معانا خيط سلسلة اللونين ده. هشتغل بداية البوك باللون الاسود وهنهيه بالاسود، وفي النص هيبقى معايا اللون الذهبي ده، ومعايا ابرة مقاس 5 ملي، ومعايا ماركر. هحتاج 4 ماركر بالشكل ده. اول حاجة هنبدأ باللون الاسود زي ما قلنا في الخيط على الابرة. هعمل 33 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20. هنا عملت 33 سلسلة، بقى معايا 33 سلسلة. اول سلسلة مش هشتغل فيها، دي هتبقى ارتفاع لغرزة الحشو، وهقلب الشغل وهشتغل في ظهر السلسلة. الشغل هيبقى فوق ظهر السلسلة، هيبقى في الحتة البارزة عندنا بالشكل ده. عندنا حلقة امامية وحلقة خلفية، ده ظهر السلسلة، وحتة فيه بارزة كده بيبقى فوق كده، هي دي اللي هبدأ اشتغل تحتها. هنزل تحتها وهشد الخيط. طبعا زي ما قلنا مفوتين اول سلسلة مش هنشتغل فيها. هنزل تحت تاني واحدة واشد الخيط، بقى معايا حلقتين على الابرة. هشد الخيط، دي غرزة الحشو، وهكرر برضو 1 2. هشتغل بنفس الطريقة 3 4 5. كده اشتغلت 1 2 3 4 5، كده اشتغلت 5 حشو. هشتغل بعدها هلف الخيط على الابرة وهشتغل في الغرزة الثابتة نص عمود. هنزل تحت الحلقة وهشد الخيط، بقى عندي 3 حلقات على الابرة. هشد الخيط واطلع من التلاتة، وهعلم اول غرزة نص عمود بالشكل ده، وهكمل عمود بلفة بالشكل ده. وفي اللي بعدها برضو هعمل 7 عمود بلفة. الفرق بين العمود والنص عمود اهو، شايفين الفرق يا جماعة؟ اللي احنا معلميها دي كانت اللي هي النص عمود، لكن اللي بعدها العمود. شايفين الفرق حتى في الارتفاع وفي الشغل؟ بنلف الخيط وبننزل وبنطلع على مرتين، لكن النص عمود بنطلع على مرة واحدة. هنا عملت كام واحدة؟ 1 2 3 4. هعمل لسه 3 علشان العدد هيبقى 7 عمود بلفة. هكمل. نخلي بالنا ان احنا بننزل تحت الحلقة او تحت الجزء اللي بيبقى بارز بين حرف الفي، يعني بالشكل ده. يبقى فيه واحد حلقة امامية وحلقة خلفية، والجزء ده احنا بنشتغل تحت الجزء ده. نلف الخيط وننزل تحته بالشكل ده. 1 2 3 4 5 6 7. كده خلصنا العمود بلفة. هشتغل برضو نص عمود. شايفين الفرق في الارتفاع يبقى عامل ازاي؟ وهعلم برضو الغرزة بتاعت النص عمود دي، وهشتغل 4 حشو. 1 2 3 4. والاربعة حشو دول هيبقى بمثابة القاعدة بتاعة البوك بتاعي. وهكمل 1 نص عمود برضو. يعني احنا تقريبا نص عمود بنعيده بعد كل حاجة، بنعمل 4 بنعمل حشو ننهي بنص عمود. تمام؟ فالنص عمود شايفين التكرار معانا كل شوية. وبعدين هنكرر تاني بقى نفس اللي احنا يعني الجنب التاني بقى. يعني كده يعتبر عملنا اول جنب من البوك، وعملنا القاعدة اللي هي 4 حشو. هنبدأ بقى ان احنا نرجع تاني 7 عمود بلفة. 1 2 3. هو طبعا اول سطر بس اللي هيبقى محتاج شغل شوية، محتاج دماغ شوية. احنا نكتب 5 6 7 بالشكل ده. خلصنا ال7 عمود بلفة. 2 4 6 7. لو احنا بنتلخبط ممكن نعد. وهيبقى في اللي جاية طبعا زي ما انكم حفظتوا بقى نص عمود في نص عمود، بنكرره في كل حاجة. تمام؟ هنعمله برضو هنا
وهنعلم النص عمود، وهيبقى عندنا المفروض يبقى عندنا كام؟ المفروض يبقى عندنا الخمس حشو اللي احنا بدأنا بيهم، 1 2 3 4 5. يبقى كده تمام، انا شغالة صح، مفوتش حاجة ولا زودت حاجة، وكله بيبقى في ظهر السلسلة. اول سطر زي ما بقولنا بس هو اللي هيبقى محتاج تركيز شوية، وبعد كده ان شاء الله نظبط بقى الدنيا، السطور الجاية تبقى سهلة خالص، وفوق فوق كل حاجة نكرر نفسها. هنا خلصنا اول سطر بالشكل ده. بقى عندنا بدأنا ب5 حشو، وبعدها نص عمود، وبعدين 7 عمود بلفة ونص عمود، وبعدين 4 حشو ونص عمود، ورجعنا تاني 7 عمود بلفة ونص عمود و5 حشو. فاحنا هنا يعني ده كأنه الجنبين، او ده الجنب الاولاني بتاع البوك، وده الجنب التاني، والاربعة حشو اللي في النص دول كأنهم هم القاعدة. فاحنا بنكرر بس، فهو الموضوع سهل، بس انتوا يعني في الاول كده هتحسوا انه في حاجات كتير بنعملها، في غرز كتير بنعملها، بس هو سهل جدا يعني، ما تقلقوش. الشغل هنا في السطر ده هيكون تحت الحلقة الخلفية. الحلقة الخلفية اهي، عندنا حلقة أمامية والحلقة الخلفية. الشغل هيبقى في الحلقة الخلفية في السطر ده وفي كل السطور. الموديل ده الشغل فيه هيكون في الحلقة الخلفية. الأول 5 حشو زي ما احنا عارفين، وانا معلمة علشان ما اقعدش اعد واوجع دماغي، يعني ما اقعدش اعد كتير. فخلاص كده انا النص عمود زي اللي هي الفاصل، او زي اللي هي ايه، حاجة بتحدد لي انا هوقف بقى حشو وهشتغل بقى ايه اللي بعدها هيبقى ايه. تمام. فهنا جات لي نص عمود، فهشيل واشتغل فوقيها نص عمود، وهرجع تاني احطها. بس لو الخيط غامق، عشان برضو متقعدوش تعدوا كل سطر، فالعلامات بتسهل علينا الموضوع شوية، عشان ما نقعدش نعد احنا اشتغلنا كام سطر وكام سطر. احنا كده نشتغل المفروض اللي احنا اشتغلناه ده. هنكمل 7 عمود بلفة، وكل الشغل هيبقى في الحلقة الخلفية يا جماعة. في السطر ده هنكمل 7 عمود بلفة، وهنرجع تاني المفروض ان احنا هنا وصلنا للعلامة اهو. فالمفروض اللي احنا اشتغلناها بعد العلامة الاولانية 2 4 6 7، فالعلامة بقت محددة لنا، فما عدناش هنحتاج ان احنا نعد تاني. تمام. جينا فوق العلامة، يبقى فوق العلامة بنشيلها ونشتغل فوقيها نص عمود في الحلقة الخلفية طبعا. وهنكمل بنفس الطريقة لنهاية السطر والسطور الجاية برضو. هنا قابلني الحشو، فهشتغل فوق العلامة بتاعت هنا نص عمود، وهنكمل عمود بلفة، غرزة عمود بلفة، 7 عمود بلفة في الحلقة الخلفية. وبس كده، يعني ده الفكرة بمنتهى السهولة للبورتفيه او البوك بتاعنا. سهل جدا وبسيط. ممكن تعملوه بأي خيوط عندكم، بأي نوع خيط عندكم ممكن تعملوه. سلسلة قطن، مكرمية عادي، مكرمية مصري، اي حاجة. هنا عملنا 7 عمود بلفة، هنعمل برضو نص عمود وننهي بيه ال5 الحشو اللي احنا كنا زي ما كنا بادئين بيهم. تمام بالشكل ده. هنكمل 5 حشو، هكمل بنفس الطريقة كده، بس هوصل بقى هنا اللون الذهبي. هكمل البورتفيه باللون الذهبي، وهنهي زي ما قلت باللون الاسود. فبرضو هوصل معاكم الخيط، هرتفع سلسلة، هجيب طرفين الخيط كده هنا، وهشتغل غرزة حشو، 5 حشو زي ما عملنا في بداية السطرين اللي فاتوا. 5 حشو، ولما نوصل للنص عمود نعمل فوقيها نص عمود.
5 عمود بلفة. هكمل بنفس الطريقة لنهاية السطر، وهكمل في السطور الجاية فوق كل السطر ده، نفس السطر التاني بالظبط في الحلقة الخلفية فوق كل غرزة تقابلنا اشتغل زيها بنفس الطريقة. هنا خلصت اللون الذهبي السطر الثالث، ده السطر الثالث بتاعنا. حبيت بس اوريكم اللون الذهبي علشان ما تتخضوش لما نوصل لنهاية البورتفيه. انا هكمل بقى شغل باللون الذهبي، واخر سطرين هكملهم باللون الاسود، وارجع نقفل مع بعض البورتفيه. هنا عملت وصلت للنهاية اهو بالشكل ده معانا كده. ده وش، ده ظهر الشغل، وده الوش المفروض النهائي. فانا هشتغل على وش ظهر الشغل، هقفل بقى الجنبين على الظهر وبعدين نقلب الشغل. هبدأ بقى نخلص ان انا اشيل العلامة ده. تمام. هنطبق الطرفين بالشكل ده كده على بعض، الجنبين كده هنطبقهم على بعض بالشكل ده، وهنبدأ ان احنا نقفل بغرزة حشو. هننزل تحت الحلقتين بحرف الفي، والحلقتين المقابل ليهم بالشكل ده، وهنسحب الخيط. بقى عندنا حلقتين على الإبرة، نطلع من حلقتين مرة واحدة غرزة حشو، مش هنطلع. لا، ده طريقة القفل بتاعتنا. نحاول ان احنا كل اتنين قصاد بعض كده علشان ما نزيدش ولا نقل بالشكل ده كده. كمل غرز حشو بالشكل ده لحد ما نوصل للنهاية. هنا وصلنا لنهاية السطر اهو، خلاص وكده خلاص. بقى الجنب الاولاني بالشكل ده، هنقفل بقى غرزة، هنقفل بقى كده. تمام. نرتفع السلسلة تثبيت، ونشد الخيط كده، وهلضم الخيط. عندي ابرة التنظيف دي بتناسب بتناسب الخيط السلسلة، فكل خيط بالنسبة لي بحس ان هو بينفع معاه ابرة شكل. يعني مش حاسة ان كله بيبقى زي يعني سمك الخيط ده مش زي القطن، مش زي الصوف. تمام. فهنبدأ بقى ان احنا نخيط الخيط، ننضف الخيط كده بالشكل ده تحت الغرز. وطبعا باقي الخيوط اللي قدامكم دي هنظبطها، وهنضف برضو الخيوط دي، نداريها تحت الشغل كده واتأكد ان هي مبقتش باينة معانا. وبلسع الخيط كده، وبقى اثبته كده بقى في الشغل، ظهر الشغل كده. خلاص بقى هكمل طبعا كل ده بنفس الطريقة، وهكمل الجهة التانية برضو. نبدأ من هنا عشان اخد معايا الغرزتين اللي انا بادئه بيهم، الخيط اللي انا كنت بادئه بيه ده. هبدأ برضو الجنب التاني نفس الطريقة، هوصل الخيط كده، نعمل عقدة بداية واوصل الخيط بالشكل ده، وهنزل تحت الحلقتين في الغرزتين واشد معايا الخيط ده واعمل سلة، يعني تثبيت بس الخيط مش اكتر. هنكمل لنهاية السطر زي ما عملنا في الجنب ده. خلصت الجنب التاني بالشكل ده، وطبعا داريت كل الخيوط، خيطت كل الخيوط اللي كانت ظاهرة. هقلب بقى الشغل، هقلب بقى بالشكل ده. وده الشكل النهائي كده معانا للبوك. ده الشكل النهائي. عندي المغناطيس ده
هركب له مغناطيس معانا بالإبرة والخيط العاديين، هركب مغناطيس